27 من يناير كان الميلاد، والعيلفون عمتها الأفراح والأعياد، وحضور أنيق كما المعتاد. تسللت أشعة الشمس في وضح النهار ونسجت خيوطها الذهبية على جنة عدن لتلامس أرض الطيبين، وانطلقت زغاريد الفرح لتزف عروسنا العيلفون، والدموع تتساقط من العيون إذانا بزفافنا الميمون في البقعة الطيبة المباركة. يوم في حضرة عروس الجنان، ويوم تحققت فيه الأمنيات وأسمى الغايات، وأضحت الوجوه تكسوها البسمات، وتغنت بأحلى الأغنيات، ورددوا فن الجاغريو وسيد خليفة، وتهاتوا بنظم أحمد المصطفى. مهرجان العيلفون حقيقة الزمان، بريق ولمعان، وإنسان العيلفون ينثر الجمال في العنان. استاد العيلفون احتضن المهرجان، وحوى بداخله سودان عزة مصغر، طلاب وطالبات يحملون للوطن الصغير الحنة والمعزة. تجمعت الفنون والأهازيج، وتمحورت ثقافات سودانية شرقا جنوبا شمالا وغربا، رقصت الأبدان وابتهجت القلوب، وسر بذلك الحضور في هذا العرس العيلفوني الجميل. تسارعت الخطى نحو حي السلام، حيث حديقتنا الغناء وهي تشع بشعلة المهرجان في مشهد رائع فنان. تذوقنا جمال ولذة المكان، وتجولنا في كل هذه الأركان، وكل ركن يدعو للدهشة. ما بنقدر نوصفها، لكن بنقول لها يا العيلفون جنة عدن. استمتاع بالفعاليات، وفرقة أولاد المهندس هندست ليلة الافتتاح بامتياز، وأطربت معالي وهرم الدولة، ورسمت مثلثات ودوائر تجمع هذا التناقي الحميم. والله ده دايما المفروض يستمر، واذا كانت هذه النسخه بهذا الشكل فتاكدوا انه باذن الله تعالى يعني النجاح سيكون حليفكم وسيكون مستوطن. الدهشه انتم صنعتوا دهشه في تقديري انه العيلفون اليوم صنعت الدهشه، وأنا أحيي أيضا الفرقة. هكذا كان مهرجان العيلفون، نجاح منقطع النظير، وجناح جنة عدن يواصل المسير نحو آفاق العالمية. تسوق واستمتع بالفعاليات على مدار الأيام القادمة، وحتى 10 من فبراير القادم مشهد الختام على أرض السلام. لا يفوتك الألق والجمال مع التنوع الفني على مسرح المهرجان، وقامات فنية أكدت المشاركة. الحلنجي ساحر الكلمة والوسيلة يتنفس على بوادي العيلفون، وفرق درامية ومطربون واعدون. كن حضورا باهيا في مهرجان العيلفون، وشاهد كيف كتب التاريخ هنا في جنة عدن، في جنة عدن، في جنة عدن.